العداله بيراميدز البطل. لكن لو الكلام ده كويس قوي. ليه بقى؟ اللي انا هقوله بقى لو سمحت، انا عايز اخد دقيقه اتكلم. اتفضل. نادي بيراميدز نجح نجاح كبير جدا ان يبقى عنده جماهير. اللي بيقول لك ان نادي بيراميدز ما عندوش جماهير ده، لا انا اسف اللي انا قلت قبل كده. استطاع نادي بيراميدز ان يستقطب عدد كبير من جماهير الزمالك، واعلام الزمالك بقى داعم جدا لنادي بيراميدز، وده هيأثر على الزمالك مش على بيراميدز. اكمل كلامي وبعد كده اقول براحتك. ماشي. وبالتالي ما نراه من دعم ومسانده لبيراميدز يستحقها من جمهور نادي الزمالك ومن بعض اعلاميين نادي الزمالك، لان نادي بيراميدز استطاع ان يتنافس مع النادي الاهلي، ولم يجد جماهير الزمالك ولا بعض اعلامي مفر الا من دعم بيراميدز حتى يكون لهم كلام مع النادي الاهلي. هذا كلام واقع وهذا كلام حقيقي. وبالتالي النهارده ترتيب الثلاثه: الاهلي المرشح رقم 1، بيراميدز المرشح رقم 2، الزمالك رقم 3، وده حال الدوري اخر 3-4 سنين. رد عشان تمام قوي. اولا الكلام اللي بيقوله الاستاذ